السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى في هذه قناة خلف العدسة. نتمنى تبارطاجوا هذا الفيديو وأيضا تشجعونا في هذه القناة وحاولوا توصلوها إلى تحقيق شروط اليوتيوب. السلام عليكم مرة أخرى. كما قلت لكم الخطاب ديال جلالة الملك أنا تابعته مباشرة من خلال أحد المواقع الإلكترونية، وكنت كنشوف في المباشر التعليقات اللي كانت كتنقل وفي نفس الوقت كانت تصنت للخطاب. ولكن لاحظت واحد الحاجة، بأن هناك مجموعة من الكراغلة ومجموعة من أعداء الوطن والانفصاليين يتكلمون ويعبرون بتعبيرات مقيتة للمغرب. علاش؟ لأن المغرب بلد اللي مشى بسنوات ضوئية فايت هذه البلدان هذه اللي هي في الجوار ديالنا واللي هي في افريقيا وهذيك. فالمغرب كيحقق واحد التنميه اللي هي اقتصاديه رائعه، وكذلك المغرب ذكي ضاهي للبلدان المتقدمه. ولكن ما غادي نساوش بان هناك خلل، احنا دائما نهضروا على الخلل. جلاله الملك من خلال الخطاب ديالو، لان بزاف ديال الناس شافوا من المنظور ديالهم الخاص ان جلاله الملك ما قال حتى شي حاجه، وبانه ما تجاوبش مع شباب زاد ومع ما عرفتش مع العلم ان هاد الشباب زاد انا ما كنعترفش بهم، كنعترف فقط باننا كاملين مغاربه من صغيرنا الى كبيرنا. ماشي الشاب هو اللي غيجيب لي حقي وماشي هذا ولا يجيب لي حقي، راه حنا كاملين مغاربه وحنا كاملين شباب وحنا كاملين باغيين الخير لهذه البلاد. فهذه المجموعه ديال زيد اللي هي مجه من اطراف غير معروفه، مجه ناضت واحد الاحتجاجات، وهذا الشيء هذا اجج بعض الشباب اللي كيستغلوهم هاد الناس باش انهم ينوضوا الفتنه في البلاد. وشفتوا شنو وقع في بزاف ديال المناطق اللي وقع ان هاد الشباب اللي ادى راسه الى التهلكه. فكنشوفوا بزاف منهم اللي تحكموا 10 سنين ب 20 سنه طاحوا في الفخ تم الفخ. هاد الاشخاص اللي كيحرضوا هاد الشباب اللي ما عندهمش درايه بالميدان السياسي. المغرب الحمد لله كيمشي كما قال جلاله الملك، كيمشي بواحد التقدم وواحد التطور كبير الحمد لله. هذا المونديال وهذا كاس افريقيا راه غادي يرجع بالخير للمغرب، هذه خصكم تعرفوها، لان هناك بنيه تحتيه كتبنى بسرعه، هناك بزاف ديال الامور اللي هذيك منها الصحه والتعليم. وهذاك والصحه والتعليم حنا غادي نهضروا على الصحه والتعليم في منظورنا الخاص. فكما كيرى في الجامع وكل شيء كيخرج كيهضر على الصحه والتعليم، الصحه والتعليم والعداله الاجتماعيه. فعلا غادي نبقاو ندوروا ونرجعوا. هذا ماشي دفاع عن الحكومه عملت اغلاط، عملت الدراهم، عملت بزاف ديال الحوايج اللي خصها المحاسبه. بعض البرلمانيين وبعض الوزراء اللي الصراحه ما يستاهلوش ديك المكانه اللي هما فيها، باش نكونوا واضحين. ولكن غادي نرجعوا الى نقطه الصفر. شنو هي؟ وهو المجتمع المغربي. حنا كمجتمع مغربي اذا ما كناش حنا الفساد يبعد منا حنا الاولانيين، فاكيد الفساد غادي يستمر كيوصل الى اعلى قمه. فالشعب المغربي خلال الانتخابات كنشوفوا مجموعه ديال النساء كتمشي عند الجاره ديالها، يلا نمشيو نصوتوا لفلان، نجمعوا بعضيسنا نعدلوا كذا لان ديك فلان دبر علينا. هنا كداخل الرشوه، هذه الرشوه هذه سكنت في الشعب المغربي. نهار الانتخابات كنمشيو نصوتوا، كيمشيو يصوتوا بعض الاشخاص، هذيك الاشخاص اللي كيديهم الفلوس باش يصوتوا عليهم فقط من اجل الصوت ديالهم، من بعد ما كيعقلوش عليهم. هنا الخطا الخطا الشعب. غادي نهضروا للشعب عاوتاني في بعض المسائل الاخرى. شنو هي؟ وان الشعب ما كيحملش بعطيته. كاينه العنصريه، كاينه الطبقيات، كاينه الحقد، كاينه الحسد، كاينه بزاف ديال الامور اللي كتخلي ان هذا الشيء هذا ما عمره يتصلح. هذه مجيه. غنضربكم مثلا هناك كتجبر بقال كيبيع مثلا بوطه ب 50 درهم، كيما عندنا ديال الحكومه بعد ما رفعوا ليها المقاصه 50 درهم. كتجبر بقال قدامه اخر كيبيع 50 درهم و3 دراهم. اذا ديك البقال هذيك فاسد. اذا زدتي واحد الحاجه مراسي، اذا انت كتساهم في تدمير المجتمع. غادي نهضروا على البيع والشرايه. استغلوا ديك الشيء هذاك عاوتاني في البيع والشراء وزياده الاسعار، لان ملي بداو كيشوفوا بان الاسعار ماشيه وكطلع وما كاينش مراقبه، بدا بنادم كيطغى وكيزيد في الاسعار. وكيستغلوا كذلك الاعياد والمناسبات، مثلا ديك الدرويش اللي كيتسنى ولادو مثلا اللي صار يشريو الحوايج. وانا وقعت لي شخصيا، انا كنت سقسيت واحد اللبسه بنتي كتمن مثلا 14150 درهم 140 درهم عفوا، سقسيتها مده ديال شهر بين العيد وهذا. كنت غادي نشريها ما كانش معايا الفلوس ديك الساعه، قلت خليتها مره اخرى ونمشي ليله. بقات هيديك تقرب العيد، بقى 2 الاسابيع العيد، مشيت رجعت جبرت ديك الكسوه بقى عندك السيد مي سقسيتو قال لي 700 درهم. اذا هذا السيد هذا فاسد. اذا استغل المناسبه ديال العيد، لان في ديك العيد الناس كتشري الحوايج، راه نغلي للدرويش. اذا هنا المشكل المشكل ديك البيع والشراي اللي كيزيد في الاسعار، كيشري بياس. وكاين بعض المحلات التجاريه اللي كيجيبوا داكشي بالجمله وكيعلقها فرشه وكيبيع لك واحد الثمن خيالي، وهذا كيساهم في
نهب جيوب المواطنين. كاينه ولا ما كايناش؟ هذه خصنا نتفقوا عليها كاملين. كذلك هنا كنشوف مثلا في الكرا كتجبر مثلا ياخذ بدا كيبني الديوك كيبني لك 4 5 6 بيوت مع بعضيهم كذا كيري بيت ب 1000 درهم. مش من حق يسري بيت ب 1000 درهم، مش من حق يعني، مش من قانون. والمواطن اللي كيمشي يكري مسكين كيخدم مثلا ب 250 الف فرنك في الشهر، 300 الف فرنك في الشهر، ولا 400 الف فرنك في الشهر، يعني ما كيقدوش داك الشيء هذاك. علاش؟ لان تينا الجشع اللي فيك كطلب واحد الثمن اللي هو خيالي، ما كايناش مراقبه. حنا نرجعوا نص الحكومه ومراقبه، حنا نشوفوا المجتمع ديالنا فيه ماشي. كذلك كنشوفوا بان هناك ناس اللي كيستحقوا الدعم الاجتماعي ما كايناش، لان ديك الدور المقدم شنو هو؟ الدور المقدم خصو يعرف ديك الناس اللي كيستاهلوا ديك الدعم الاجتماعي، ولكن المقدم ما كيتساراش عليهم ويديهم لاكار ديالهم، لان كاين بعض الناس ما دفعتش ديك الدعم الاجتماعي لان ما عندهاش الوقت، ما عندهاش الوقت تحك في راسها. كاين الناس كتقابل ولادها من المدرسه كذا ما عندهاش الوقت اللي تجري لها الاوراق. اذا الدور من هنا الدور المقدم خصو يمشي يفتش لهذيك الناس ويجيبهم ويعدلوا الاوراق ديالهم. لا، حنا عندنا مقدم كيتسارى فقط انه باش يشوف شكون اللي كيبني، شكون اللي طلع شي حاجه، شكون اللي طلع شي حاجه باش يشبر منه الفلوس. هذه كاينه ولا ما كايناش؟ يعني كاينه الا من رحم ربي. انا ما كنعموش. غادي نهضروا على الضمير المهني، غنقارنوا راسنا مع اوروبا مثلا. ملي كتدخل مثلا في المستشفى ديال اوروبا كتجبر المعامله ديال الفريميليه، كتجبر المعامله ديال الطبيب، يعني لان داك الطبيب عنده واحد الضمير مهني. هنا في المغرب كتجبر الضمير المهني منعدم. علاش؟ ملي كتجبر سينا فريميليه كتلعب بالواتساب وما كديهاش فيك. اذا ما دبرتيش عليا مثلا كدي المرض ديالك سولت في المستشفى ديال العمومي ديال الدوله مثلا، اذا ما دبرتيش ديك الفريميليه ديتي واحد 200 درهم ولا 300 درهم راه ما تقابل لكش المرض ديالك، يعني خليها تموت. هنا كترى بان الرشوه سكنت في الدم. كاين ولا ما كايناش؟ كذلك الموظفين ديال المراقبه الماء والكهرباء كنشوفوا ديك الناس ما كيجيو ما كيراقبوش ديك المواطن الكهربائي، كيشبر كينساق لك الورقه تما والضوء كيجي غالي. وشفنا مؤخرا بان امانديس هنايا في مدينه طنجه رفعت المواطن وكلات له الجيب ديالو كما يجب، يعني كلات له كل شيء. علاش؟ هنا الفساد فين هو؟ الفساد كذلك في الاداريين، بزاف ديال الامور، يعني الفساد بادي من تحت هو طالع. فين غادي نمشيو عاوتاني؟ هنا غادي ندخلوا السياسيين وديك الناس ديال الجماعات. وهذاك الجماعه ملي كتجوح الميزانيه للجماعه علاش ما كتصلحش الدنيا؟ شنو هو الدور ديال البرلماني والدور ديال رئيس الجماعه ورئيس المقاطعه؟ شنو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم هو اصلاح المنطقه اللي زينا فيها، يعني كتصلح الطرقان، كتصلح كذا الاناره كذا. حنا كنشوفوا هنا بان الاناره ما كايناش، بان حتى دابا قرب كاس العالم عاد ناضوا بعض الجماعات، لان ملي كتنوض كتحرك الحريره عاد كينوضوا يبينوا لك الخدمه. علاش ما يبينوهاش في الاول؟ اذا هناك نهب للملعب. كاين ولا ما كايناش؟ اذا هذه كاينه. احنا ماشي الفساد ماشي هو كيطلع. الدور ديال الوزاره، شنو هو الدور ديال الوزير؟ الدور ديال الوزير في واحد القطاع هو انه يقوم بالقطاع ديالو كما يجب. ديك الوزاره ديالو خدم ديك الرياضه مثلا، الرياضه رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم خدم يعني الدور ديالو كما يجب. هذا المنتخب وشفنا المنتخب تطور بشكل، لان كانت هناك مسابسه في المنتخب الوطني، مع العلم ان لاعبين رائعين جازوا في المنتخب الوطني واللي كانوا خصهم يكونوا في المنتخب الوطني. شحال هذه ما كانوش كيعيطوا لهم، فقط كيجيبوا ديك اخرين باش يبيعوا يشريوا فيهم في الانديه. يعني كانت هناك سمساره وفساد. ملي جا هذا الوزير خدم شفنا بان المنتخب الوطني تطور بشكل كبير، وكنا كنتمناو اي قطاع يتطور بهذا الشكل هذا. هنا الدور ديال الوزير شنو خصو يعمل؟ الوزير خصو ينزل مثلا الوزير الفلاحه، الوزير اللي مكلف هادشي ديال البيع والشراء وهادشي ديال المواطنين، خصو يهود حتى عند الشعب ويشوف الخضره علاش غاليه، يشوف المواد الغذائيه الاساسيه علاش غاليه. يعني خصو يتأهدى الدور ديال الوزير، خصو ينزل للشارع ويشوف شنو كاين. وديك الفراقشيه والما شنو كيقولوا لهم ديك السماسيره خصهم يدخلوا للسجن مباشره، لان لاحظنا خلال الايام اللي كنخرج ديك مول الحوت او مول السردين ديك المراكشي اللي مسمي عبد الاله اللي كنخرج وعمل واحد الضجه كبيره على الحوت، كتخرج ب 3 دراهم من المرسى وكتصور عند المواطن 30 درهم 25 درهم. يعني شفنا بان ديك البلبله ناضت، وشفنا بان السردين ديك الساعه بدا كينقص، وصلت حتى 8 دراهم 5 دراهم مدينه طنجه هنايا. يعني انا شريته ب 5 دراهم للكيلو. علاش؟ لان ديك النصابه وديك السمسريه اللي كيغليو في الحاجه خافوا على راسهم في ديك اللحظه، قالوا عندك نحصلوا بعدهم الطريق، خلاو السلعه توصل كما هي للمواطن. يعني هنا كيأكد بان الخضره في المغرب، لان بلد فلاحي خصها الخضره تكون كتباع رخيصه، وهذا اللي رضى المواطن، هو اللي خلى المواطن انه ينفجر ويخرج يحتج. لو كانوا هاد الناس هادو ما كاينش هاد الفاسدين وهاد المفسدين في الارض، فاكيد المغرب غادي يمشي مزيان. الخضره علاش حنا بلد فلاحي، الخضره خصها تكون كتباع باطل هنايا مسيبه درهم 2 دراهم خصها تتباع. وخيلوا ثم ان المواطن كيشبر 3000 درهم 3500 درهم في الشهر، واش غادي تقدو في الخضره ديالو تقدو يشري هذيك؟ لان علاش؟ لان كيشري مثلا 3 كيلو بدا كيشري جوج مطيشات، كيشري 3 مطيشات اللي ما يقدرش يشري داكشي كامل. علاش؟ لان هناك تلاعب في الاسعار، وهناك سماسره او لا كيقول لهم ديك الشناقه هما اللي مغالين هادشي هذا. هنا كاين الفساد
في القطاع. غادي نمشيو للضمير المهني، نرجعوا للضمير المهني. علاش الاطباء هنايا ما كيتعاملوش مع المريض بديك الشكل اللي هو مزيان؟ شفنا بزاف ديال الفيديوهات ان الطبيب كيسب في المريض، وشفنا بان هناك اهمال، وشفنا بان الطبيب كيقول يا اخر اجي عندي العياده ديالي الخاصه، وشفنا بزاف ديال الفيديوهات اللي هي كتثير الجدل وكتخلق واحد الجدل كبير، واللي كتخلي ان بزاف ديال هذا. كذلك غادي نهضروا حنا على الحكومه عاوتاني، وجلاله الملك وصل واحد الرساله من خلال هذا الخطاب ديالو، وصل واحد الرساله للحكومه المغربيه بالوزراء ديالها وبالبرلمانيين ديالها واي واحد في اي قطاع وصل واحد الرساله، الا وهي انكم تقوموا بالعمل ديالكم كما يجب. قال لهم انا جبتكم البرلمان، ملي دخلتوا الحكومه حلفتكم في القران وقدمتوا اليمين باش انكم تقوموا بالواجب ديالكم. هنا كيبين بان كانت رساله مشفره ورساله قاسيه من هاد المسؤولين واي مسؤول تمشوا نضص بالبلدي. وشفنا بعض المستشفيات اللي هي واحد الكارثه فيها داخل. شفنا بان ملي سمعت الزياره ديال الوزير ديال الصحه، شفنا بانهم ناضوا كيستكسفوا هذاك وجابوا الماتريال تما وجابوا كلشي تما. كيبين لك بان المستشفى واحد القمه ديال الرونق والقمه ديال هذاك، يعني شي حاجه واعره. هذا كيدل على ان هناك نفاق. علاش هادشي هذا ما يكونش دائما؟ وعلاش كنقول لكم انا اي وزير عنده واحد القطاع خصو يعمل جولات، ماشي شبرتي الوزاره ومشيتي جلستي كتساري مع راسك وكتخلي الشعب يموت. لا، هنا كتكون ما قدمتيش الواجب ديالك، ما قدمتيش هذيك المسؤوليه اللي تكلفتي بها، ما قدمتيهاش. هذا هو الضمير المهني. هذا الفرق بيننا وبين الاوروبيين، هو الضمير المهني. الضمير، الانسان لو كان عنده الضمير فاكيد غادي يمشي بعيد. اذا هنا بهذه النقطه غادي نتوجهوا عندك جيل زيد غادي نهضروا اليوم واحد الكلام بسيط جدا، لان جيل زيد ما كيمثلنيش انا ولا كيمثل شي واحد. راه حنا مغاربه كاملين. هذا جيل زيد راه كيعمل واحد الفرق بين الكبير والصغير. لا يا اخي، راه حنا كاملين مغاربه، وعمره شي واحد يخرج يقول انا منا. راه شوف، راه الاضرابات كانت من الستينات والسبعينات والثمانينات وناضت روينه في المغرب، ولكن شوف، راه الاستقرار ديال البلد راه من اهم الاشياء. والاستقرار ديال البلد كيرجع منا حنايا. شي حنا اذا شبرنا بعطيسنا ومنا يد وحده وساعدنا بعطيسنا وما حسدناش بعطيسنا وحسننا بعطيسنا، فاكيد غادي نمشيو بعيد. الفساد ما غادي يبقاش. واذا شفنا شي واحد مفسد دينا كنديكلاروه بعيدا، هنا شنو خص المجتمع المغربي يوعى في عقله. خص المجتمع المغربي يعرف اللي عليه وما عليه. يعني خصنا المواطن المغربي يكون واعي بهذه المسؤوليات، لان هناك ايادي باغيه تزعزع الاستقرار ديال المغرب. وهاد الناس اللي كيخرجوا على برا مثلا كيقول لك الملكيه. شوف يا اخي، الملكيه هي العمود الفقري ديال المغرب. اقسم بالله مشات الملكيه المغرب غادي يترون، وهذا ياكل هذا. لان عندنا الطبقيات وعندنا بزاف ديال بعض المغاربه عندهم واحد العقول اللي هي عقول فيها العنصريه. هذا ريفي، هذا جبلي، هذا يحكم، هذا ما يحكمش. حنا عندنا الملك جلاله الملك، الله يطول في العمر ديالو، الله يطول في عمره والله يزيدو في الصحه ديالو. لان صراحه الله المغرب شحال هادي ومشيو المغرب ديال دابا، المغرب تقدم بواحد الشكل كبير، وخصنا حتى حنا نساهموا في التقدم ديال المغرب. وهاد الناس اللي كيقاطعوا كاس افريقيا وكاس العالم، شوفوا يا خوتي، هاد كاس افريقيا وكاس العالم غادي يرجع بالخير، ولكن هناك بعض الاشخاص اللي يستغلوا هاد كاس افريقيا وكاس العالم لان غادي يزيدوا في الاسعار. اذا هنا كنطالبوا بواحد الحاجه، كنطالبوا بالمحاسبه وكنطالبوا بالمراقبه وكنطالبوا لان غيستغلوا يدمروا السياحه. بالعكس، خصنا اثمنه ما تطلعش، الكرا ما يطلعش، الثمن يبقى مناسب باش ديك الكاوريه ولا اي واحد كيجي للمغرب يعجبو المغرب، غيقول البلد. شوف، الانسان اللي كيعمل قليل كيجيب بزاف، الانسان اللي كيطمع بزاف كيموت بالفقر. نتمنى الرساله تكون وصلت. تحياتي.